بص، الحلقة دي مختلفة عن كل الحلقات، يعني انت هتنبهر بيها جدا. فخلينا نبدأ على طول. انت عمرك سألت سؤال بسيط: انا عايش ايه؟ وما لقيتش اجابة. مش الإجابة اللي انت ما لقيتهاش دي مش عشان انت مش طموح ولا لانك انت مش عارف تفكر، لكن لان صوتك الداخلي اختفى وسط كل الاصوات اللي حواليك. اصوات بتقول لك انت لازم تعمل كذا، او الناجحين بيعملوا كذا. لو ما عملتش كذا هتندم، لحد ما تلاقي نفسك انت فعلا مش عارف انت عايش ايه. حاجة يعني محيرة جدا. النهاردة هنتكلم عن تشوش الهوية، وازاي كثرة الاختيارات بتربك دماغنا، وازاي المقارنة بتشوه قراراتنا، وليه الصوت الداخلي بيختفي وسط الضوضاء. وفي الآخر كالعادة هديك خطوات عملية وبسيطة تساعدك تكتشف انت فعلا عايز ايه. انا احمد زايد، ويلا بينا نبدأ في برنامج حل المشاكل. ايه هو تشوش الهوية؟ لما متعرفش مين انت ولا انت عايز ايه. تشوش الهوية مش معناه انك انت ضايع، معناه انك مش سامع صوتك الحقيقي. كل واحد فينا عنده بوصلة داخلية بتقول له انا بحب ده، وانا مرتاح في كده، او انا مش عايز ده. لكن للأسف البوصلة دي بتتشوش لما الخيارات اللي قدامنا بتكتر قوي، الأصوات الخارجية اللي حوالينا بتعلى قوي، المقارنة تبقى حاجة يومية بشكل مستمر. فتلاقي نفسك يعني عايش حياة منطقية، لكن هي مش بتاعتك. ده مش أنا. عارف الشعور ده؟ هو ده اللي بيحصل. كترة الاختيارات للأسف بتساوي شلل في القرارات. في مفهوم نفسي اسمه مفارقة الاختيار. كل ما اختياراتك بتزيد، كل ما قدرتك على الاختيار تضعف. ليه بقى ده بيحصل؟ تعال ناخد مثال بسيط. لو قدامك 3 وظائف، هتقدر تقارن وتختار؟ عادي، صح؟ لكن لو قدامك 30 مجال و100 كورس و1000 فرصة، هتتشل. هتخاف تختار حاجة أصلا، لأن ممكن في حاجة أحسن، وأكيد في حاجة أحسن، وهتفضل واقف مكانك. وعلى فكرة دي مش مشكلتك لوحدك، دي مشكلة جيل كامل للأسف. الجيل ده كل ما السوشيال ميديا بتتفرج عليه في اليوم 100,000 نمط للحياة. اليوتيوب بيقول لك اتعلم كل حاجة، الإعلانات بتقول لك اشتري كل حاجة، الناس حواليك بتقول لك بص فلان عمل ايه، بص ابن خالتك سوى ايه، بص بنت خالتك شعرها أطول. فدماغك بيتوه غصب عنك. طيب انا عايز ايه بقى؟ يعني انا انت مش عارف انا عايز ايه. طيب كمان المقارنه على فكره بتشوه قراراتك. المقارنه مش مجرد حاجه مزعجه، هي بتغير قراراتك الحقيقيه. هلا تخيل كده، انت كنت مبسوط بشغلك، تمام، لحد ما شفت حد زميلك مرتبه اعلى، فبقيت انت بتكره الشغلانه بتاعتك دي. مثلا انت كنت راضي عن جسمك بشكل ما، لحد ما انت شفت حد مثلا على الانستجرام فت قوي بقى، فبقيت بتحس بالنقص. وحاجات كتير يعني. انت كنت عايز مثلا تتعلم رسم، لحد ما شفت ان البرمجة بتكسب اكتر، سبت الرسم ودخلت مجال انت مش حابه لمجرد ان هو بيكسب فلوس. المشكلة انت ما بقتش بتختار على اساس ايه اللي يساعدك، انت بقيت بتختار على اساس ايه اللي هيخليك تبان احسن قدام الناس. ومع الوقت بتنسى ايه اللي كان بيفرق معاك اصلا. واخد بالك من النقطة دي؟ مهم جدا انت تبقى عارف الحكاية دي. طيب كمان في الصوت الداخلي بيختفي وسط الضوضاء دي. الصوت الداخلي ده هو الصوت الهادي، مش اللي بيصرخ. يعني احنا عندنا نوعين من الأصوات. فهو بيقول لك بالراحة كده في ودنك أنا مش مرتاح في المكان ده، على فكرة الحاجة دي مش ليك. أنا عايز أتبسط، أنا محتاج أهدى شوية، أبطأ الحاجات دي ماشية بسرعة أوي، أنا عايز حاجة بطيئة. لكن الصوت ده للأسف بيختفي لو حواليك ضوضاء مستمر. السوشيال ميديا 24 ساعة في 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، طول الوقت أخبار، ترندات، آراء، نصايح من كل حد، توقعات الأهل، الصحاب، المجتمع. فتلاقي نفسك بتعيش ردود الأفعال مش قرارات حياة. انت بتعمل اللي المفروض، مش اللي انت عايزه. طيب ايه هي الخطوات اللي هي تخليك تكتشف ايه اللي انت عايزه فعلا؟
تعالى بقى للجزء العملي من الآخر. هديك دلوقتي 5 خطوات بسيطة تساعدك إن أنت ترجع تسمع صوتك الحقيقي. أول حاجة اعمل ديجيتال ديتوكس لمدة 3 أيام. قلل أو امنع تماما السوشيال ميديا، اليوتيوب، الأخبار لمدة 3 أيام بس. الهدف إن أنت بس تفضي مساحة في دماغك من الأصوات الخارجية بشكل ما تخليك أهدى وتعرف تاخد قراراتك. في اليوم التالت اسأل نفسك: أنا حسيت بإيه؟ فكرت في إيه؟ في حاجة وحشتني؟ الإجابات دي غالبا هتكون أقرب لصوتك الحقيقي اللي جواك. تمام؟ دي كده أول نقطة. تاني نقطة، اسأل نفسك: لو محدش هيعرف ومحدش هياخد باله، أنا كنت هعمل إيه؟ السؤال ده بيكسر تأثير المقارنة والتوقعات. تعالى ناخد مثال: لو محدش هيعرف إن أنت بتشتغل في إيه مثلا، كنت هتختار إيه؟ لو محدش هيشوف جسمك، كنت هتهتم بيه بنفس الطريقة ولا لأ؟ طب لو مفيش سوشيال ميديا تنزل عليها، كنت هتعمل ايه في وقت فراغك؟ الإجابات دي بتكشف رغبتك الحقيقية اللي هي مش ملوثة بنظرة الناس نهائي. كمان تالت حاجة، اكتب قائمة بلا أريد. أحيانا سهل تعرف ايه اللي انت مش عايزه قبل ما تعرف ايه اللي انت عايزه. ورقة بسيطة جدا واقعد اكتب فيها أكتر 10 حاجات واضحة إن أنت مش عايزها في حياتك. مثلا أنا مش عايز الشغل يخليني أقعد 12 ساعة في المكتب، مش عايز علاقة فيها تجاهل، آم، مش عايز أعيش في مدينة دوشة بالشكل ده، أنا عايز أعيش في مكان أهدى شوية. لما تحدد اللي أنت مش عايزه، الطريق للي أنت عايزه بيبقى واضح. ربع حاجة، جرب حاجات صغيرة وراقب مشاعرك. مش لازم تعرف من دلوقتي أنا عايز إيه طول حياتك يعني. جرب حاجات صغيرة وراقب. مثلا بعد ما تعملها حسيت بإيه؟ مثلا حسيت مثلا بطاقة، حسيت بإرهاق، أنت عايز تكمل فعلا ولا لأ؟ حاسس أنت بتجبر نفسك؟ جسمك ومشاعرك بيقولوا لك الحقيقة دايما أسرع من عقلك بكل الأحوال. لو حسيت إن هما بيقولوا لك أو لأ، امشي وراهم. خامس نقطة والنقطة الأخيرة، اسأل: لو عندي 6 شهور بس هقضيهم في إيه؟ السؤال ده بيكسر كل الضغوط لأنه بيركز على إيه اللي فعلا بيفرق معاك. مش هتفكر بقى في فلوس كتير أو في شهرة أو في إثبات حاجة أو في إثبات ذاتك أصلا. هتفكر مين عايز تقضي وقتك معاه، إيه اللي أنت عايز تعمله، إيه اللي يخليك تحس إن أنت عشت حياة كويسة. هما 6 شهور بس اللي عايشهم. فمن الآخر دول بصفتك الحقيقية. تمام. فمن الآخر تعالى نختم الحلقة دي. مش عيب إن أنت متعرفش أنت عايز إيه دلوقتي. العيب إن أنت تفضل تعيش حياة الناس عايزة تعيشها، عايزاك أنت تعيشها، مش الحياة اللي أنت عايزها. الصوت الداخلي موجود بس محتاج هدوء علشان يبدأ يعرف يتكلم. تمام. اكتب لي في التعليقات ايه اخر مرة سألت نفسك انا عايز ايه، كانت ايه الاجابة، وكان امتى السؤال دوت. ولو الحلقة دي لمست حاجة عندك اعمل لي لايك واشترك وفعل الجرس. اشوفك على خير. سلام.